علشان تخس وتقلل من وزنك دي حاجة صعبة مش هكدب عليك ومحتاجة مجهود وصبر. فالناس بتدور على الكبسولة السحرية اللي يخسوا بيها 20 كيلو في الشهر وتوصلهم للجسم اللي هم عايزينه في أسرع وقت. وعلشان كده أنا هعرفك النهاردة على كبسولة خطيرة جدا، هتكون عبارة عن 5 خطوات لو عملتهم هتخس في الوزن بسرعة وبشكل صحي، وهتنور لك طريقك طول مشوارك وانت بتخس إن شاء الله. خليكم معانا. قبل ما أقولك مكونات الكبسولة بتاعت النهاردة، في نقطة مهمة عايزك تعرفها، إنك مفروض تكون حاطط هدف إنك تخس علشان تحسن من صحتك عموما، مش علشان شكلك يبقى رفيع بس. يعني تعرف تطلع وتنزل السلم براحتك، ما تنهكش وانت ماشي، لو حبيت تجري أو تعمل أي مجهود ما تحسش إن نفسك اتقطع، وما يجيلكش أمراض زي السمنة والضغط والسكر وأمراض القلب ووجع في المفاصل وأمراض تانية كتير. طيب انت صحيا مفروض تخس كام كيلو في الأسبوع؟ الأمريكان أكاديمي أوف نيوتريشن قالت إنك مفروض تخس من نص كيلو لكيلو في الأسبوع الواحد. يعني علشان تحافظ على صحتك مفروض أقصى وزن تنزله يبقى 4 كيلو في الشهر، وهيبقى فيه استثناء في أول 7 أو 10 أيام ممكن تخس فيهم أكتر من كيلو في الأسبوع، علشان معظم الخسارة في الأول بتبقى عبارة عن مية متخزنة في جسمك مش دهون. وانت ممكن تخس أكتر من كده في الشهر، بس كل ده هيجي على حساب صحتك، فممكن تحصل لك أضرار كتيرة لو خسيت بسرعة في وقت قليل، ومنها إن جلدك يحصله ترهلات بشكل كبير لأنه مش بيقدر ياخد شكل جسمك بنفس السرعة اللي جسمك خس بيها، وممكن تحتاج تعمل عملية علشان تشيل الجلد المترهل ده. وتاني حاجة ممكن تحصل لك إن معدل الحرق بتاعك هيقل، وهتكون جعان بشكل رهيب، فمش هتقدر تكمل على النظام اللي انت عامله، وهترجع تاكل تاني أكتر من الأول وهتزيد في الوزن. وأكيد الموضوع ده حصل مع حد فيكو قبل كده. فعايزك تبقى عارف إن النظام اللي هيخليك تخس 20 كيلو في الشهر أكيد مش هيبقى فيه العناصر الغذائية الكاملة اللي جسمك محتاجها. فأنت محتاج حوالي 50% كربوهيدرات و40% بروتين و10% دهون صحية. فلو انت منعت الدهون الصحية والكربوهيدرات أو قللتهم بشكل كبير هتحس بالإرهاق والتعب طول اليوم وتقلصات في العضلات نتيجة نقص في عناصر غذائية مهمة جدا، منها الحديد وفيتامين بي 12 وفيتامين د. فهتلاقي شعرك بدأ يقع، وعندك ضعف في العظام فممكن تتكسر بسهولة، ومناعتك هتقل، وهتبقى معرض للإصابات بشكل كبير. وللأسف ممكن يجيلك اكتئاب ومش هتبقى قادر تكلم حد علشان انت بتاكل قليل جدا. يعني باختصار شكل جسمك هيخس، بس هتكون دمرت صحتك كليا، ومش هتقدر تكمل وهتضطر ترجع تاكل وتزيد في الوزن تاني. فنصيحتي ليك إنك تعتبر رحلتك في خسارة الوزن عبارة عن ماراثون بتجري فيه بالراحة وعلى مهلك لمسافة طويلة، ما يبقاش سبرنت بتجري فيه بأقصى سرعة عندك لمسافة قصيرة. وعلشان تخس نص كيلو في الأسبوع مفروض تاخد سعرات حرارية أقل من احتياج جسمك بحوالي 500 سعر حراري. يعني لو انت احتياج جسمك 2500 سعر حراري في اليوم، مفروض تاخد 2000 سعر حراري من الأكل. ومش لازم برضو تقعد تحسب بالملي بقى كل يوم وتجيب ميزان أكل علشان ما تزهقش، بس في حاجات أساسية لو عملتها هتفرق في الدايت بتاعك بشكل كبير جدا، ودول الخمس خطوات اللي هقولك عليهم دلوقتي. أول حاجة إنك تبتدي تقلل من كمية السكر في الأكل، وفي طريقة ممكن تعملها إنك تركز على حاجة معينة وتبطلها وتاخد الموضوع بالتدريج. يعني بدل ما تحط 3 معالق سكر على الشاي حط 2، وبعد فترة حط معلقة واحدة، وبعد كده ما تحطش خالص، وبعدين تركز إنك تبعد عن حاجة تانية زي المشروبات الغازية، وبعدها بفترة تبعد عن البسكوتات والحلويات، بس الحاجة اللي هتبطلها ما ترجع لهاش تاني، وهكذا. وفي ناس بيكون الأنسب ليهم إنهم يمنعوا كل الأكل اللي فيه سكر في نفس الوقت. فحاول تجرب الطريقتين دول وشوف الأنسب منهم لطبيعة جسمك وحياتك. وتاني حاجة مفروض تعملها إنك تقلل من الزيوت الغير صحية اللي موجودة في الأكل المقلي والفاست فود والخضار المسبك، وتبدلها بدهون صحية زي زيت الزيتون والمكسرات وزبدة الفول السوداني. والدهون الصحية دي هي اللي هتحافظ على شكل جلدك وشعرك وشكلك عموما. وعايزك برضو تزود من كمية الخضروات والفاكهة علشان هتديك إحساس بالشبع خلال اليوم، وفيها فيتامينات ومعادن مفيدة لجسمك. وتالت نقطة بالنسبة للتمرين، ممكن تبتدي بالمشي بس في أول شهر أو شهرين، وبعدين تبدأ تجري، وبعد فترة دخل تمارين بمقاومة وأوزان، علشان التمارين دي هتزود من الكتلة العضلية عندك، وكل ما زادت الكتلة العضلية كل ما معدل الحرق هيزيد، وبالتالي كمية الدهون هتقل في جسمك. ورابع نقطة هي الاستمرارية. يعني نفترض في يوم إنك خارج مع أصحابك وكنت جعان جدا، فاضطريت تاكل فاست فود
مع انك ما كنتش عامل حسابك على كده. مش عايزك بقى تحس بعدها ان دي نهاية العالم وانك بوظت الدايت ومش هتعرف تكمل، وتروح تقعد تاكل في سكريات وتقول كده كده انا بوظت اليوم. الفكرة هنا بقى انك تكمل عادي جدا في الدايت باقي اليوم، وتكون عارف ان دي حاجة طبيعية ممكن تحصل في مشوارك وانت بتخس. فالاستمرارية هنا انك تكمل في النظام بتاعك مهما بوظت، ودي اللي هتخليك توصل لهدفك في الاخر حتى لو بعد فترة اطول. وخامس واخر حاجة لازم تركز عليها، انك تعمل لنفسك روتين تمشي عليه. يعني تكون عارف كل يوم قبل ما تنام انك هتتمرن بكرة الساعة كام، وتكون محضر شنطة الجيم وعارف هتاكل ايه بالظبط. ولو هتقضي وقت كبير برا البيت تكون واخد معاك اكل بسيط علشان ما تحسش بالجوع، وتخلي كل الحاجات دي بسيطة وسهلة. ما تصعبش الموضوع على نفسك، علشان انت كل ما خليت الروتين بتاعك كل يوم سهل وبسيط، الروتين ده هيتحول لعادة بتعملها بشكل تلقائي من غير ما تفكر فيها. ولما العادة دي تتكون عندك هتعرف تكمل رحلتك للآخر، وإن شاء الله هتوصل للنتيجة اللي انت عايزها في وقت أطول شوية، بس من غير عمليات ومن غير ما تضر نفسك. وهتلاقي كل فترة صحتك بتتحسن وشكل جسمك بيتغير وبقيت مبسوط وراضي عن نفسك. وده هو الهدف اللي احنا عايزينه من الرياضة، إن شكلك وصحتك يبقوا كويسين، مش شكلك على حساب صحتك. أنا كده خلصت، يا رب يكون كل واحد فيكم استفاد من الفيديو وطلع بمعلومة جديدة. ولو انت حابب تعرف معلومات أكتر عن التغذية وتحسن من صحتك، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للشانل علشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة إن شاء الله. ولو لسه في أي حد عنده استفسار أو عايزني أتكلم عن موضوع معين يكتب في الكومنتات وأنا هرد على كل الناس إن شاء الله. كان معكم دكتور محمود العطار من فيت باي ساينس. شكرا ليكم.